السلام عليكم. عاملين ايه يا امارات؟ يلا كده مع بعض كده نشارك مع بعض وصفة البسكوت القمر التحفة دي، ولا خلاط بقى ولا مضرب ولا تعب ولا اي حاجة، حاجة كده سهلة، حاجة كده قمر بسيطة. بمناسبة طبعا خلاص دخول المدارس، وطبعا الاولاد ما بيرضوش يفطروا كده، يعني مش بيرضوا يفطروا الصبح وكده، فممكن يعني تعمليه وتدي لاولادك كده بسكوتين مع كوباية لبن، مع كوباية شاي بلبن، كده حاجة كده قمر، حاجة خفيفة وحاجة كده تحفة وسريعة جدا جدا. يلا كده قبل كل حاجة بس نسمي الله، نصلي على الحبيب كده، وندخل كده نشوف المقادير بتاعتنا كده. متنسوناش كده في لايك وسبسكرايب كده، منكم تشجيعا ليا يعني. جزاكم الله خير يا رب. معايا كده ده كيلو دقيق، عليه كده ربع، يعني مش نص كوب، من نص معلقة بودر، لا انا اقل من نص معلقة شوية، تمام. وطبعا ذرة الملح، نقلب كل المكونات الجافة كده مع بعض، نقلبها كده كويس. وهنا بقى معايا ايه؟ بصوا، هي المفروض كوباية سمنة، بس انا يعني هي الكوباية ناقصة شوية، تحسي ان السمنة كده يعني فايرة كده شوية، فتحسوا ان هي بس الكوباية مش مليانة والله، عشان هي مش سايحة بس. عشان ايه؟ الربع اللي باقي هنحطه زيت ان شاء الله. فزي ما قلت لكم، هي المفروض كوباية، حابة تحطيها كوباية سمنة تمام، حابة تحطيها كوباية نص سمنة ونص زيت تمام. حابة تعملي زي كده كوباية الا ربع سمنة وربع زيت، تمام. ومعانا هنا ايه؟ كوباية وربع سكر، سكر بس يكون ايه؟ سكر ناعم، يعني سكر مطحون. ونقلب كده كل ده كده مع بعض، نقلب كده كويس. اذكروا الله كده طبعا طول ما احنا شغالين كده، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. صلوا على الحبيب كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا نقلب كويس خالص لحد ما بصوا شايفين ما عادش خالص اثر للسكر اهو. السكر كده دوبناه كده مع السمنه زي الفل كده. معايا هنا بيضه، حابه تستغني عنها براحتك، هي البيضه دي اختياري، بس احنا بس يعني حابين يعني نزود القيمه الغذائيه شويه. طبعا طالما معانا بيض يبقى معانا فانيليا طبعا، طالما معانا بيض يا جماعه يبقى معانا هنا ايه؟ فانيليا. ومعايا كمان كده عشان اللون بقى يبقى كده اصفر كده وقمر كده، كيس فروتي من اللي هو بتاع البرتقال ده، اللي بنجيبه من الدكان ده، نحط نصه كده على الخليط ده كده، ونعين نصه هنحتاجه بعدين. نقلب كده، نقلب، اهم حاجه تقلبي المكونات كويس كده، افضلي تقلبي كويس كده، يعني ايه معلش يعني تعالي على نفسك شويه، عشان بس ما يبقاش فيه اي كتل كده. بصوا كل اللي انا حطيته ده نص الكيس يا جماعه، النص التاني هدوبه في ميه عشان نبقى نزود بيه العجين، هتشوفوه دلوقتي. خليكم كده معايا واحده واحده كده. اقلب كده كويس كده. اهي دي بقى ربع كوباية الزيت اللي قلتلكوا عليها اهي. كده بقى ايه؟ حطيناها. زي ما قلتلك، حابة تحطي النص زيت ونص نص الكوباية زيت ونص الكوباية سمنة، تمام. حابة تحطها كلها سمنة زي الفل، بس احنا يعني هو الزيت عشان بيدي قرمشة شوية للبسكوتة بس. نقلب بقى كده جامد بقى كده عشان ندوب الزيت مع الخليط كده. بشوفه كده لقيته لسه، فلسه هقلب. بص هجيب المضرب بقى، هجيب المضرب اللي هو اليدوي ده ونشتغل بيه. اقلب كده لحد ما نلاقي خلاص كده داب خالص كده، خلاص داب كده. ننزل بقى بالايه؟ هنا هننزل بالدقيق. زي ما قلت لكم هو كيلو دقيق، حابه بقى تزودي فهتضاعفي المكونات يعني. زي ما انتم شايفين كده، طبعا الدقيق منخول، وحط عليه زي ما قلت لكم نص معلقه من البودر الكيلو الدقيق. هتعملي بقى 2 كيلو، هتضاعفي برضه، هتحطي بقى معلقه. بصوا بسكوت كده سهل جدا جدا، وزي ما قلت لكم يعني حاجه كده قمر كده لعيالنا كده الصبح وهم رايحين المدارس كده يفطروا بيها، حاجه سهله وبسيطه وخفيفه كده.
انا بقى طبعا لقيت العجينه اتقلت كده على المضرب، فعجنتها بايديا. هنا دول بقى ايه، معلقتين نشا، معلقتين كده من النشا، عشان برضو ينشف معاكي البسكوته كده ويخليها مقرمشه كده، متبقاش طريه. اهو ده نص الكيس الفروتي يا جماعه، اللي هو اللي كان باقي اللي قلت لكم عليه. انا دوبته في ميه كده، بدل ما احط ميه يعني بس كده، فايه بزود بيه بقى كده لحد ما احس ان العجينه في ايديا كده ملمسها بقى ناعم كده وكويس، يعني بحيث ان انا اعرف اشكلها بقى خلاص، ملهاش عادة بتلزق كده زي ما انتوا شايفينها كده، اهو بالشكل ده. حاجة مفيش اسهل من كده. مع كده بقى ايه، شكلي بقى بالطريقة اللي تحبيها عندك بقى من اي اشكال بقى عندك، شكلي بيها عادي. عندك البصامة اللي هي بتاعت البسكوت دي، اللي هي بتديكي شكل البسكوت اللي بنجيبه من بره دي، تمام زي الفل. حابة تشكلي التشكيل ده على حسب ذوقك بقى، وعلى حسب الإمكانيات الموجودة عندك. أنا بقى مفيش يعني مفيش عندي غير اللي عملت بالشوكة والشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن برضو بسكينة برضو تعملي كده خطوط كده، بالعرض كده والطول، الطول والعرض كده. زي ما قلت لكم التشكيل ده أذواق، وعلى حسب الإمكانيات يعني. حاجة كده متقفش على حاجة يعني. اهو شكلته كله بقى كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ولعت الفرن، هدخله بقى على درجة حرارة بقى ايه، 180. بصوا ايه، هولع الفرن الاول من تحت لحد ما ياخد اللون الجميل ده من تحت كده. هولع الشواية من فوق بقى، هاخد بس لون بسيط خالص كده من فوق وخلاص، زي ما انتوا شايفينه كده. ايه رأيكم بقى؟ حاجة كده ولا اروع. ايه رأيكم؟ شوية بسكوت قمر. متنسونيش بقى كده، لو انتوا لسه ما عملتوليش لايك لحد دلوقتي كده، متنسونيش في لايك وسبسكرايب وكومنت حلو كده منكم، عشان كده نكبر مع بعض ان شاء الله ونستمر يعني. شايفين هو شكله طبعا يتحدث عن نفسه، حاجة كده تحفة، حاجة كده. بصوا ما قعدتش يا جماعة، بحبكم جدا في الله، متنسونيش بدعوة حلوة من قلبكم. مع السلامة.